السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ لو أول مرة تشوفونا طبعا مش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. طبعا وحشتونا جدا جدا يا أحلى اخوات في الدنيا. طبعا احنا بقالنا كتير غايبين عنكم وبقالنا فترة ما بنطلعش. طبعا أمينة اللي بتطلع على قناتها وانا كنت طبعا عارفين ان انا كنت في المصيف مع ابو محمد. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه غيبتنا وايه ليه كناش امينه معايا وانا ما كناش مع بعض. بس انا مش هقول في الفيديو ده، لينا فيديو طبعا نطلع انا وامينه نتكلم فيه. احنا طالعين طبعا لكم انتوا وحشتونا، وطبعا احنا مفيش مشاكل ما بيننا ولا في اي حاجه، بس هي ظروف وان شاء الله الامور تتحسن وترجع لكل حاجه ترجع لايه لوضعها الطبيعي. عايزين نقول لكم انتوا وحشتونا وعايزين نقول لكم ايه احلى بوسه ليكم يا ايه يا اخو احلى اخوات في الدنيا. قولوا لي كلمتين مع حبايبنا كده يا امين ولا مش عايزه اقطعك؟ لا مش عايزه اقطعك. مش ما تقاطعنيش. يلا بينا ناكل بقى. انا النهارده عملت فته رز لحمه فته بقى. الفته المصريه طبعا كله عارفها، واللي عارفها طبعا يقول لي طبعا اللي عارفها يا يا محمد. يلا ناكل بقى. ادوق بقى واقول قدامكم. طبعا الواحد وحشه التصوير بقى ووحشه بقى الاكل بقى يقعد ياكل بقى. انا هقول لكم طبعا امتى في فيديو ان شاء الله نطلع كده انا وامينه هنقول لكم ايه سبب غيابنا. اللحمه سخنه قوي بس شكلها جميله. طبعا يا حبايبي الاذان اذن والتليفون فصل وخرجنا. فطبعا انا كنت عايز اوريكم الصينيه الكبيره الجميله دي. بصوا دي بقى اللحمه. امينه طبعا قلت لها حط اللحمه في طبق والشوربه وكده. قلت لها انا بحبها كده. قلت لها خلاص كل واحد براحته ادي الشوربه لوحديها وكده. قلت لها خلاص ماشي عشان اللحمه تبرد ومفرومه. بس هي اللحمه شكلها جميل. انا الصراحه دقت منها قطمه عجبتني. تسلم. كنا يا جماعه محمد ركب لنا الستاير. صح الستاير احنا ركبناها. النهارده تعبنا تعب بقالنا يومين ثلاثه تعبانين الصراحه. ما بنصورش فيديوهات عشان ان احنا تعبانين في الشقه بتاعتنا، ان احنا مش هننقل هنقفل شقتنا. لا بس انا برضه كان انزل لكم روتين فرش من فوق الوش كده، لكن انا بعمل من تحت السراير. والنهارده دعفنا يعني الحيطان عملنا حاجات كتير. غسلنا السيراميك، عملنا حاجات كتير قوي. وامبارح عملنا حاجات كتير، روقنا الدليفه كلها. فادعوا لنا ربنا يقف معانا كده يا حبايبي عشان احنا ايه حنا مهدود في الشقه بتاعتنا الصراحه. لا بس ان شاء الله فرشها كده يبقى ايه. انتظروا بقى ايه الجديد شديد. اول ما محمد بذمتك اول ما ستار رجلك حسيت ان هي رجعت زي الاول. انا اول ما ستار رجلك قلت ايه ده اكنها ما حصلهاش حاجه خالص. ان شاء الله احنا بنجدد في شقتنا و هتشوفوا حاجات جديده ان شاء الله في شقتنا ان شاء الله. يا سلام على اللحمه الطعميه. هفرد بقى معاكم ايه السراير والستاير اوضه النوم واوضه الاطفال والستاره بتاعت المطبخ. مرضيتش افرشها هي هنا. ليه بقى؟ عشان المطبخ هيوسخ عشان هعمل اكل. فايه قلت بقى لما اخلص خالص احطها. ان برضوك اسمهم اللي تحت السجاجيد وديناهم المغسله بيتغسلوا. لا حفاظات وسجاجيد. وديت الحفاظات ووديت السجاجيد. احنا عايزين بقى ايه؟ انا بفكر احط السجاجيد والله مش عايزه. امينه بتقولي نحط السجاجيد انا بقول لها لا يا امينه. كده الشتا داخل ونحط بقى السجاجيد. اكتبوا لنا في الكومنتات نحط السجاجيد ولا الحفاظات؟ انا رايي السجاجيد عشان بقالي كتير قوي ما حطيتهمش. انت عارف انا حطيتهم مره واحده بس. ما انا عارف ساعه الدخله بتاعتنا وما حطيتهمش. وبعد كده شلتهم بعد حوالي 3 شهور لما جبت الحفاظات. انتظرونا بس هتشوفوا فيديوهات مش هنبعت لكم ولا هنطول. بس انتوا ارجعوا لنا كده باللايكات وتوقفوا معانا وتشجعونا. كله يكتب في الكومنتات يا محمد خرج امينه خروجه حلوه ان شاء الله. عرفت الشقه لما تتفرش. بعد ما تتفرش هخرجك كل حاجه يعني. خرجي خروجه حلوه وهاكلك اكله حلوه كمان. عايزكم شاهدين. البتاع ده لما بنقفله بيدخل جنة. لما بنفتحه بيدخل جنة. طول ما احنا قافلينه بنموت من الحر. يعني عندنا في السوري هنا مفيش مروحة. في اليمة التانية فيها مروحة. ان شاء الله مش هنأخر عليكم في الفيديوهات. لا كل يوم بتاخد فيديو عن ايه مملكة محمد وأمين. ان شاء الله بأمر الله.
هنرجع بقى ونرجع للحاجات على التيك توك وهنشوف حاجات حلوه بامر الله. اول ما شقتنا تتفرش هنبتدي بقى نفوق بقى ليكم ونفوق بقى للتيك توك ونفوق لحياتنا. هي برضو في الشقه طول ما انتوا شايفينها ان هي مش مفروشه بتبقي مكسره تعملي اي حاجه. ولا عايزين نعمل اي حاجه، عايزين ننام ونقوم وناكل ونقوم بس. اه والله مفيش تشجيع. بس الاكل حلو واللحمه جميله يعني دايما كده، مش اللي هي بتشد. لا اللحم حلو واصلا مش باين ملبسه صح يا محمد؟ يعني ايه ملبسه؟ يعني فيها سمينه بس مش سمينه وحشه، سمينه حلوه. انا بعشق اللحمه بالسمين. محمد بيحب اللحمه كله، بيحب اللحمه دي قوي. ولا انت جايباها كل دي؟ يا هو بياكل اهو. وهي دي تاني واحده بعدهم لكم. عد يوم كل. طبعا وبشكر كل اخواتي اللي كانوا بيكلموني وبيسالوا عننا انتوا فين، انتوا غايبين ليه. احنا بنشكركم جدا، بشكركم كل واحد اخ واخت دخل سال عليا وكتب لي على الواتس، واللي عايز يتواصل معانا احنا سايبين الواتس بتاعنا على لمحه، رقمنا على لمحه. اي حد عايز يتواصل معانا يسلم علينا يكلمنا يجيلنا احنا تحت امره. انتوا اخواتنا طبعا وجمهورنا العزيز، واحنا من غيركم ولا اي حاجه. انتوا اللي عملتونا وان شاء الله بيكوا هنكبر ومن غيركم مش هنكبر. مكملين باذن الله بامر الله لحد ما بصوا بقى ناخد ال ان شاء الله للمليون. مش هنسيب اليوتيوب لما يكون كده على القمر ان شاء الله. صح. صلوا على النبي لو اول مره تشوفونا طبعا تحطوا لنا اللايك الجميل، واللي مش بيفعل زر الجرس يفعله ويدوس الكل عشان يوصل كل جديد مننا. وطبعا اخواتي اهل الفيس اللي بيتفرجوا عليا من على الفيس، انتوا منوريني طبعا ومشرفيني. كل الناس اللي بتتفرجني انتوا منوريني واخواتي طبعا. كل يا امينه اوعي تتكسفي. لا والله كيف من بشي؟ اصابك مكسوفه. ما عليك. عيب نزل الجنة. الصراحة عايز اقول لكم حاجة، ان الواحد اليوتيوب المشاهدات بقت خلينا خالص. المشاهدات بتاعت الدنيا كلها وقعت، مش احنا بس. فالواحد ملوش نفس اللي هو يكمل. والله العظيم المشاهدات بقت واقعة. بس انتوا يا حبايبي انا متاكده ان انتوا اللي بيتفرج على الفيديو يحط اللايك ويتفرج على الاقل دقيقتين عشان ناخد ايه؟ الحنبلايز. كل يا امينه عشان كده غلط لو ما كلتيش. اللي هيسالني يا امينه عامله الفته من غير عيش اقول لكم احنا ما بنحبهاش. ولا محمد ولا انا بحبها برز بس. في الاول بعملها كان العيش بيتسيب ومحمد يقعد يقول لي ايه انت ما بتحبهاش. اعملها لك انت. فاكره ان انت فاكر ان انت يعني عاملاها لي كده يعني. اوف بصي ازاي متلجه. هتشرب بقى. متلج ان عندنا الجو حر قوي. اللحمه دي دايبه قوي كده. لا ما هو انا معايا حتتها شعبكون. دايبه سعاده الريس. انت بتحبها كده؟ بحبها بتشد شويه. لا انا بحبها دايبه. ان ام محمد بتعملها لنا كده دايبه طبعا. فطبعا انا متعلقه لها كده. الازازه خلصت. لا دلوقتي بس احسن من لا بس لما ايه؟ من الازايز العاديه. التلج جميل، ازازه التلج حلوه وجميل. صراحه اكل جميل وتحفه. هو طلعها النهارده قد ايه؟ طلع التلج احسن من الازايز. من الازاز كوشه نطلعها وتبرد ومش عارف ايه، لكن دي بص على طول. مسافه 5 دقايق بتلاقوها مش عارفه ايه تستعبطوا دول ولا ايه؟ لا احنا كده مش عايزين نطول عليكم، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده ومش هنجيب عليكم تاني. باذن الله. واذا كان عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. خد يا حبيبي يا سموره.